اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة تالت يوم العيد، عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. وزي ما قلت لكم أنا آسفة إن الفيديوهات هتنزل متأخر. أنا بقول لكم في كل فيديو كده علشان طبعا مش اللي بيتابع الفيديو ده نفس اللي بيتابعوا الفيديو ده. تعالوا بقى علشان أعمل لكم النهاردة الكباب الكوابري بتكات وحركات، طعمه خطير لا يقاوم. ما بيعملوش غير الكوابرية بس، وطبعا احنا ابو كبير فاحنا اللي بنعمل كباب الكوابري. بجيب ربطتين من البقدونس وكمان ربطة من الشبت واقطعهم واحطهم في مصفى، اغسلهم كويس جدا واسيبهم يتصفوا، واحط عليهم بصلايه كده كبيره متقطعه، وانزل عليهم كمان بقرن من الفلفل، وكمان بجيب كام فص من الثوم احطهم عليهم، وكمان بكون مخمره حوالي نص كوبايه من الرز لمده ساعه كده او ساعه الا ربع في ميه عاديه خالص من الحنفيه. بعد ساعة الا ربع بصفيه او ساعة بصفيه واسيبه يتصفى كويس جدا، واسيب الخضرة بالبصل بالثوم بكله يتصفى كويس جدا. انا بحب الكباب لما اجي اكله يكون بيقطم كده. لو انتي بتحبيه مش بيقطم بتحبيه طري ما تحطيش رز خالص. لو بتحبيه يقطم حطي نص كوبايه من الرز. بعد كده هتصفيه وهتصفي الخضره والبصل والثوم والفلفل وكل حاجه. هتجهزي كيلو من اللحمه، هتنزلي عليه بشويه من توم البودر، وكمان شويه من البصل البودر، وشويه من الفلفل الاسمر، وشويه من الملح، وكمان شويه من البهارات اللحمه، وتنزلي عليه بالخضره والفلفل والثوم وكل حاجه، وتفرميهم في الكبه كويس جدا. بعد لما تفرميهم كويس جدا بتجهزيهم كده وتحطي عليهم كيلو ونص من الرز. على فكرة في ناس بتحط على كيلو اللحمة 2 كيلو من الرز، بس انا بحط عليه كيلو ونص من الرز بس، علشان انا بحبه كده يبقى مليان لحمة. لو انتي بتحبيه مليان لحمة حطي كيلو ونص من الرز بس، لو بتحبيه عادي حطي 2 كيلو من الرز. المهم انا حطيت على كيلو اللحمة ده كيلو ونص من الرز، وكمان بعد ما حطيت عليه الرز حطيت عليه شوية من الملح، وكمان شوية من الفلفل الأسمر كمان، وكمان شوية من البهارات، وقلبته كويس جدا. وبعد كده كببته، وزي ما انتوا شفتوا وريتهولكوا في الأطباق الفيل. بعد كده هعينه في أكياس كده وعينه في الفريزر. عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاه قبل العيد وبجهزه عادي واحطه في الفريزر عادي، مش بيجراله اي حاجه. كنت عاملاه قبل العيد باسبوع، حطيته في الفريزر عادي وطلعته في العيد سويته، مش جراله اي حاجه. تعالوا بقى الخطوه اللي بعد كده. تعالوا علشان نعمل رز، علشان نحشي الفراخ البلدي. الاول عندي فرختين كده بلدي غسلتهم كويس جدا ونضفتهم. بعد كده علشان احشيهم رز هجيب حله واحط فيها معلقتين كبار من السمنه البلدي، وانزل عليها ببصلتين كبار متقطعين مكعبات، وافضل اقلب فيهم. اول ما يتبلوا، عايزاهم يتبلوا حاجه بسيطه كده، بروح نازله عليهم بكوبايه ونص من الرز، وافضل